أشهد لله إن أنا شاهدت الموت بعيني. قبل ما أحكي لكم القصة خلوني أكلمكم شوية. ما حظها من عمري يا جماعة الخير، يمكن تموت بكرة، يمكن تموت الآن. لا متاع نجلس في الذنوب، إحنا مراعين لو ما نموت بعد رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. لا، الآن الوقت معانا، الآن قادرين نقوم نصلي ركعة لله. القصة كالآتي: كملت أصلي مغرب وعشاء وجالس بين أكل أنا والعيال، وتجيني خنقة أشهد لله ما عاد قدرت أتنفس بفضل الله، ثم بفضل واحد من العيال خلاني أشم ولاعة الغاز لو ما رجع نفسي. هكذا الموت المفاجئ يجي ولا حظها من عمره. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. عايز الآن واحد يكتب لي في التعليقات: معتصم أنا أعرف ناس ما بيصلوا وحياتهم كلها نعيم وحياتهم كلها سعادة، ليش ما يبتليهم الله؟ هل في بلاء أعظم من تركك للصلاة؟ غيركم بدأ يلتزم بالنوافل، وغيركم بدأ يحفظ كتاب الله، وغيركم في بنات بيلبسن لبس الشرعي وما عاد بيلفتن الأنظار مثل قبل. بإذن الواحد الأحد بعد هذا المقطع تبدو حياة جديدة مع الله. خلونا كلنا مع الله، ما حد عارف متى يموت يا جماعة الخير. نسأل من الله الهداية.